بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. بالنسبة للاقتراح تاع اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم خبز الدار بالسميد فقط، يجي من اروع ما يكون. هاد الخبز ولا هاد المطلوع اخواتي عليه الطلب بزاف، خصوصا في الشهر الفضيل شهر رمضان، وايضا كاين بزاف اخوات يحبوا يديروه كمشروع. النتيجة راها أمامكم في الصورة، مطلوع وعليه الكلام، يجي خفيف ريشة وبزاف بزاف بزاف بنين وناجح من أول تجربة. وراح نحاول أخواتي نعطيكم كامل الأسرار، ما نبخل عليكم بوالو إن شاء الله. فنتمنى تتبعوا لا فيديو للآخر باش تكتشفوا جميع التفاصيل وطريقة التحضير. وإلا عجبكم الفيديو طبعا ما تنساوليش هذيك الجام، ربي يفرحكم باش هكذا الفيديو تاعنا يطلع ويوصل لأكبر عدد من المشاهدين. والأخوات اللي دخلوا معنا جدد نقول لكم مرحبا بكم وألف ألف مرحبا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله تعالى. وبدون إطالة نمر مباشرة الوصفة تاعنا، وكما العادة فرجة ممتعة. إذا بسم الله على بركة الله. كما راكم تشوفوا هنا خواتاتي عندي نص كاس تاع الماء اللي يكون دافي ما يكونش ساخن. داكوغ، نص كاس تاع الماء دافي. درت له مغرف كبيرة تكون معمرة مليح، يعني تكون فايدة تاع خميرة الخبز، مع مغرف كبيرة نتاع السكر. كيما على بالكم البنات رانا في زمان الشتا وراه البرد بزاف بزاف، فعلى هذيك المغرف تاع الخميره لازم ديروها معمره، ديروها فايضه، يعني ما ديروهاش ممسوحه كيما تقدو تروحوا حتى المغرف ونص نتاع الخميره. المهم خلطت هذاك الخليط نتاع الخميره والسكر والماء، حطيته بجهه باش يتخمر ولا يتفاعل مده 5 دقائق حتى ل10 دقائق، يعني حتى تشوفوه بدا يطلع بدا يفيض. هنا في القصعه نتاعي درت 5 كيسان تاع سميد رطب، السميد الناعم يعني السميد الرقيق، مع كاس نتاع الفارينة. 5 كيسان تاع سميد، كاس نتاع الفارينة. بالنسبة لنوعية السميد اللي استعملت نتاع مولا. داكوغ البنات، خلطت هذيك الفارينة عفوا مع هذاك السميد، وضفت 3 مغارف كبار نتاع الزيت. غادي نسيي كيفاش ندخل هذيك الزيت يعني في السميد نتاعي بهاد الطريقة. والآن رايحة نضيف كاس ونص نتاع الماء اللي يكون دافي ما يكونش ساخن أخواتي، مع هذاك النص كاس نتاع الخليط اللي كنا درناه في الخطرة الأولى تاع الخمارة والسكر. راكو شفتوا خواتاتي كيفاش تفاعل وكيفاش تخمر، يعني تقريبا قريب يدفك كما احنا نقولوا، قريب يفيض. هذيك الساعة تروحوا تفرغوه على السميد نتاعكم. وهنايا كما راكو تلاحظوا بديت نطم في العجينة تاعي. هاي ليكم. كاين واحد الملاحظة خواتاتي بغيت نقول لكم عليها. بالنسبة للكيلة عبروا بأي كيلة بغيتوا، كيلة صغيرة ولا كبيرة لكم الاختيار. بغيتوا تعبروا بكاس كبير ولا كاس صغير ولا بغرفية بول اللي كان عندكم. بالنسبة للأخوات المبتدئات ولا الأخوات اللي يكونوا أول مرة رايحين يديروا هذا المطلوع، ننصحكم يعني تصغروا الكيلة، يعني تبداو بالكيلة الصغيرة ومن بعد تروحوا رايحين كيما يقول لك كي تحكموا يديكم وتولوا تعرفوا له ويجيكم الشباب، ديك الساعة عبروا حتى بالبسينة لا بغيتوا. المهم البنات، كيما شفتوا بعد ما طميت العجينة تاعي في الخطرة الأولى بانت لي بلي راها ناشفة وراه مازال خاصها الماء، فزدت جبت نص كاس واحد آخر تاع ماء دافي، لكن ما درتوش كامل. هذاك النص كاس ديت غير نص تاعه، يعني درت 4 كاس ككل. درت 2 كيسان و4 تاع الماء، كاس ونص اللي درناه في الخطرة الأولى مع نص كاس تاع الخمارة والسكر هذاك الخليط اللي خمرناه، مع 4 كاس واحد آخر. طميت العجينة تاعي. العجينة في الخطرة الأولى لازم تكون ناشفة، يعني تكون شوية يابسة حكمة روحها. طميتها عجنتها غير شوية، غطيت عليها بصاشي وخليتها تريح مدة 10 دقائق حتى ل4 ساعة. عاود وليت لها كما راكم تشوفوا بعد ما ريحت العجينة تاعي مدة 10 دقائق. هنا غادي ندير لها الملح. بالنسبة للملح ديروه على حسب الذوق نتاعكم. انا درت تقريبا مغرف كبيرة نتاع الملح. انا صراحة البنات ما نعرفش نعبر الملح بالمغرف، لازم نعبر بيدي وشكون اللي كيما انا. المهم كيما شفتوا هذاك الملح عفوا، درت له شوية تاع الماء.
يعني دوّبته في شوية تاع ما دافي، راكم شفتو يعني كنت جبت واحد الغرفية تاع ما دافي، وبديت ندخّل فيه، يعني ندخّل في هداك في هداك الملح في العجينة تاعي كيما راكم تلاحظوا في الصورة، فوالا. ودلكو مليح مليح البنات باش طريو العجينة نتاعكم. هنا رايحة نرش العجينة نتاعي بشوية تاع الما، يعني كل مرة ندير الماء وندلك، كل مرة نزيد الماء وندلك حتى لوين نتحصل على القوام المناسب. هاد المطلوع أخواتي يبغي الدلك، يبغي العجن، داكوغ، باش يجيكم خفيف ويجيكم طري ويجيكم بنين الله الله، لازم تدلكوه مليح مليح. وبالنسبة للأخوات اللي عندهم البيتخان ولا العجان الكهربائي عادي تقدروا ديروا فيه، يعني ديروا عجينة تاعكم في البيتخان وتخلوها تتعجن في غردها، مام هكا يعني يعطيكم نتيجة بزاف شابة. كيما راكم تشوفوا خواتاتي راني كل مرة نضيف في الماء وندلك. بلاك ضفت الماء واحد ل5 مرات ولا 6 مرات، لكن ما صورتلكمش كامل بالتفصيل الممل باش الفيديو ما يجيش طويل. كنت كل مرة نرش الماء وندلك، كل مرة نرش الماء وندلك حتى لوين تحصلت على القوام اللي راني باغيته. درك تشوفوه معايا خواتاتي. شوفوا هنا البنات العجينة كيفاش ولات ما شاء الله، عجينة ولات رطبة ولات ملسة ولات خفيفة، يعني تقريبا كيما المطلوع نتاع الفارينة، يعني العجينة تجي شوية مطلوقة. هنا بعد ما دلكتها مليح مليح كنت يا البنات ديتها بالك واحد ل10 دقايق ولا اكتر، وانا نضيف في الماء ونعجن، نضيف في الماء ونعجن. المهم لازم تعجنوها مليح مليح، داكوغ. بعد ما عجنتها خواتاتي كما شفتوا دهنتها بالزيت، غطيت عليها وخليتها تريح تاني مدة 10 دقايق. بعد ما ريحت العجينة تاعي عاود وليت لها وغادي نخبطها شوية، يعني غادي نسيي كيفاش ندخلها الهواء للداخل باش يعني الخبز تاعنا يجينا خفيف ويجينا مهوي. غادي نحط يدي في الماء هنا في هذه المرحله مانيش رايحه نرش، لا، غادي غير نحط يدي في الماء باش العجينه تاعي ما توليش تلصق في يدي، يعني الماء غادي يعاوننا البنات. هذا ما كان نحط يدي في الماء ونزيد ندلكها شويه، يعني زيدوا تدلكوها البنات غير واحد 5 دقائق ولا هذا ما كان. فوالا. ومرة على مرة تبقاو ترفدوا في العجينة تاعكم وتخبطوها على القصعة بهذه الطريقة كما راكم تشوفوني ندير، يعني هاد الطريقة غادي تخلي المطلوع نتاعكم يجي خفيف ويجي طري ما شاء الله عليه، يجي ريشة يا البنات. غير جربوه وردوا لي بالخبر. المهم بعد ما أدلكت العجينة نتاعي مليح مليح راكم تشوفوا كيفاش راها ما شاء الله راها رطبة. غادي ندهنها بالزيت، يعني دهنوها مليح مليح بالزيت، وغادي نغطي عليها ونخليها تخمر حتى يزيد يتضاعف الحجم تاعها. هاد الخبز هذا خواتاتي نريحوه مرتين ونخمروه مرة واحدة. كما شفتوا خليته يريح 2 مرات، يعني ربع ساعة ولا 10 دقايق، والخطرة الثالثة خليته يخمر، يعني خليته خمر مليح مليح. هنا بعد ما خمر العجين نتاعي غادي نهبط له الخمور، ودائما الاستعانة بالماء ولا بالزيت باسكو العجينة راها تلصق. غادي نقسم العجينة تاعي على 4، يعني هاد المقادير اللي مديتهم لكم غادي يديروا لكم 4 خبزات، يعني خبزات كبار ما شاء الله راكم شفتوا في البداية تاع الفيديو. فوالا. غادي نحط القصعة نتاعي على جهة وغادي نجيب السميد رطب، يعني السميد الناعم نفس السميد اللي عجنت به،
ونبدأ يعني نرمّد في الخبز نتاعي، فوالا، يعني نرمّضوه مليح، مليح بالسميد، يعني هاد الطريقة راكم كامل تعرفوها. صدقوني خواتاتي هاد المطلوع رائع، من أروع من أروع من أروع ما يكون، خفيف ريشة، يعني مانيش نشكر فيه غير هاكا، وقد ما نشكر ما نعطيلهش حقه، يعني ما شاء الله خفيف خفيف ريشة وبزاف بزاف بنين. سيرتو كي يكون حامي، تبعوا فقط المراحل، تبعوا الطريقة من الأول حتى للتالي، يعني كملوا الفيديو للآخر باش هكذا تكتشفوا يعني جميع الأسرار وجميع التفاصيل، وأي وحدة ديره غادي تنجح فيه بإذن الله تعالى، يعني حتى ويبات ماشي غير سخون البنات، حتى ويبات ويبقى يعني طري، يبقى محافظ على هذيك الطراوة نتاعه. كاين واحد المطلوع كيبات كي شغل يجي يابس، يجي يتعلق، بصح هذا لا، هذا يبقى طري ما شاء الله. المهم خواتاتي كيما شفتوا حطيت طراشن فوق البوطاجي تاعي كيما راكم تشوفوا، ومن الأحسن الطراشن هادوك ولا السرابيت يكونوا خشان، إلا ما كاش عندكم خشان دوبليوهم، يعني ديروا زوج من التحت كيما على بالكم فايونس ولا هذاك الرخام يجي بارد، فعلى هذيك خواتاتي راني نقول لكم دوبليو سيرتو في فصل الشتاء. المهم كيما شفتوا رشيتهم بالسميد، حطيت هادوك الربع خبزات كيما راكم تشوفوا، بديت نحل فيهم بهذه الطريقة. هنا يعني كي تكونوا تحلوا فيهم مرة على مرة رشوا شوية تاع السميد، يعني في البلاصة اللي تشوفوها تلصق، داكوغ، يعني كل شي راه واضح. كي تحلوا العجينة تاعكم ما تحلوهاش رقيقة كيما تاني ما تخلوهاش غليظة باش ما تجيش فيه اللبابة بزاف. هاوليكم السمك البنات، راني قربت لكم الصورة باش تشوفوا كيفاش حليته، فوالا. شوفوا يعني ماشي رقيق 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 كيما تاني ما خليتهش غليظ باش ما يجيش معجن وما يجيش يعني فيه البابة من الداخل. ودروك غادي نغطي عليه ونخليه يخمر مدة 15 دقيقة حتى ل20 دقيقة، يعني على حسب الجو نتاع يعني تاع الكوزينة تاعكم، إلا كانت الكوزينة تاعكم سخونة وكانت عندكم سخانة ولا كنا في فصل الصيف ما غاديش يدي وقت في الخمور، غادي يديكم ميم با 10 دقايق، لكن في فصل الشتاء تروحوا حتى ل15 حتى ل20 دقيقة حتى ل25 دقيقة، يعني على حسب الجو. إلا كانت الكوزينة تاعكم باردة غادي يطول شوية البنات. المهم هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما خمر جبت هذيك اللوحة، قلبت الخبزة نتاعي، راكم شفتوا يعني طريقة بزاف بزاف سهلة غير بالعقل الأخوات المبتدئات. قلبتها في هذيك اللوحة، والكوشة تاعي راني دايرتها تسخن من قبل، أنا كنت دايرتها يعني بواحد 20 دقيقة قبل ما نبدا نطيب. المهم كيما شفتوا حطيت الخبزة نتاعي في البلا، درت لها هذيك الثقبة في الوسط كيما تقدو ما ديروهاش باش الخبز تاعكم إلا بغيتوه يجيكم طالع ويجيكم منفوخ ما ديروش هذيك الثقبة، داكوغ. ودخلت الصينية تاعي مباشرة للكوشة كيما قلت لكم اللي كنت مسخنتها من قبل ومشعلت لها من الفوق ومن التحت، وراني مقويت لها للنار كيما راكو تشوفوا، يعني النار راها قاوية. هذه الخبزة الأولى هاي لكم يعني جات ما شاء الله، وهذه الخبزة الزوجة غادي تاني ندير لها هذيك الثقبة في الوسط وندخلها للفرن، غادي نطيبها من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، ونكمل كاع الخبزات اللي عندي بنفس الطريقة. المهم كاين بزاف أخوات راهم يسقسوني على الكوشة هادي، الكوشة هادي راها كوشة تلمسان، يعني الصنع نتاعها في تلمسان راكو كامل تعرفوها. بالنسبة لامارك تاعها فور تيغر، كاين تيغر كاين سعادة كاين بزاف لي مارك. يعني هاد الكوشة ما شاء الله سيرتو للمطلوع والبيتزا، يعني مملحات كامل بيتزا سوفلي، يعني تخرجهم توب دو توب ما شاء الله. يعني اللي بغى تشري غير نقول لك غير روحي يشري بلا ما تخمي بلا ما تشوفي موراك. انا هاد الكوشه في وقتها كنت شريتها 600 عندها واحد 6 سنين هكا ولا اكثر، شريتها 600 بصح اليوم والله ما على بالي نكذب عليكم يا البنات شحال راهم يديروا. المهم اللي بغات تشري نقول لك غير شري وعينيك مغمضين. المهم البنات كما راكم تشوفوا المطلوع نتاعنا هاوليكم بعد ما كملته، يعني جا واحد المطلوع بسم الله ما شاء الله. شوفوا هذيك الخفة يا البنات، ما جا يابس، كاين اللي تجي هذيك القشرة من الفوق يابسة، ما جا يابس ما جا معجن،
ما جا يعني فيه هاديك اللبابة ولا شوفوا جا خفيف 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 ريشة وبزاف بنين سيرتو يا البنات كيكون حامي تاكلوه بالدهان ولا بالفرماج ما شاء الله. ان شاء الله شهيتكم في الجنة خواتاتي، ان شاء الله هذا المطلوع تاع اليوم يعجبكم، ان شاء الله كامل تجربوه وكامل تنجحوا فيه وتفرحوني في التعليقات. وإلا عجبكم ما تنساوليش غير هذيك الجميع البنات، جمجموا وكتروا يا البنات، لا تبغوني وانا عزيزة عليكم، جمجموا وكتروا باش الفيديو تاعنا يطلع ويوصل لأكبر عدد من المشاهدين ويزيدوا يستفادوا اخوات واحد اخرين وتزيد تاني العائلة تاعنا تكبر. المهم وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا اليوم حبيباتي، ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، ومبقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. مني ليكم أجمل تحية حب وتقدير لأغلى وأوفى وأحلى مشتركات على قناتي، أحبكم في الله ومع السلامة.